شايفه الكتكوت الكيوت ده؟ هتعمليه بايدك في اقل من 10 دقايق وباسهل شرح للمبتدئين. اهلا بيكي في قناتي، انا سوما، والنهارده هنتعلم اسهل كتكوت اميجرومي بدون اي تعقيد. هاتي ابرتك وخيطك ويلا نبدا. اول حاجه هنبدا بيها هي الجسم، والجسم ده بيكون عباره عن دايره سحريه، وبعدين جوه الدايره هنشتغل 6 غرز حشو. بدخل الخيط جوه الابره وبعدين بيتبقى حلقتين وبطلع منهم كلهم. دي كده غرزه الحشو. وهشد الخيط كده في الاخر، وبعدين هدخل في اول غرزة انا بدأتها وهعمل غرزة حشو، وهعلم اول غرزة بالماركر عشان ما تلخبطش. وفي نفس المكان اللي انا عملت فيه غرزة الحشو هروح عاملة كمان غرزة حشو. فالراوند دي هتبقى كلها تزايد، يعني في التوتال هتبقى 12 غرزة حشو. في كل غرزة بعمل تزايد 2 حشو. خلصنا راوند 2، هنبتدي راوند 3. هنروح عاملين غرزة حشو وهنعلم بالماركر. الغرزة التانية بقى هي اللي هيبقى فيها التزايد، يعني الراوند دي هتبقى عبارة عن غرزة حشو واحدة والغرزة اللي وراها التزايد. دي كده التزايد. الغرزة اللي وراها بقى هتبقى ايه؟ هتبقى حشو، يعني غرزة واحدة بس، وبعدها التانية هتكون تزايد، يعني 2 حشو في نفس المكان. دي كده راوند 3. راوند 4 هي و5 هيبقوا نفس الكلام، اللي هي هتبقى عبارة عن غرزة حشو في كل غرزة، مفيش اي تزايد ولا تناقص. وطبعا منساش ان انا اعلم اول مكان بالماركر. في كل غرزة بعمل غرزة حشو. راوند 4 وراوند 5 نفس الكلام. هرجع لكم في راوند 5. هنبدأ راوند 6، هنشيل الماركر وندخل جواه بغرزة حشو وهنعلم المكان تاني. الراوند دي هتبقى عبارة عن غرزة حشو في كل غرزة، والتالتة اللي هيكون فيها التزايد. يعني انا عملت غرزة حشو وغرزة حشو، ادي التالتة اهي 2 غرزة حشو. فبدخل في كل غرزة بعمل غرزة حشو اهي، وبعدين اللي ورا غرزة حشو، والتالتة تزايد 2 غرزة حشو في نفس المكان. دي كده راوند 6. التوتال هيكون 24 غرزة في الاخر. راوند 7 سهلة، هتبقى غرزة حشو واحدة في كل غرزة من غير اي تزايد ولا تناقص. وطبعا منساش اعلم اول غرزة. هنبدأ راوند 8، هنشيل الماركر ونعمل مكانها غرزة حشو واحدة ونرجع نعلمها تاني. اللي وراها هتبقى غرزة حشو واحدة كمان، اللي وراها غرزة حشو واحدة. التزايد هنا هيبقى في الغرزة الرابعة، يعني 2 غرزة حشو في نفس المكان. فالراوند دي بتبقى عبارة عن 3 غرزة حشو، كل مكان غرزة حشو واحدة، والرابعة اللي بيكون فيها التزايد 2 غرزة حشو. دي كده راوند 8، يعني في التوتال 30 غرزة. ابدأ بقى احط العيون بين راوند 7 وراوند 8 اللي انا لسه مخلصاها اهو. بجيب السيفتي ايز. يا جماعه انا قبل السيفتي ايز دي كنت بحط دبابيس عادي جدا، يعني مش بتبقى احسن حاجه بس بتمشي حالها. وهسيب 4 غرز كده مسافه ما بينهم واحط العين التانية. من راوند 9 لراوند 12 سهلين جدا، كلها غرز حشو واحده في نفس المكان من غير اي تناقص ولا تزايد. هعلم تاني اول غرزه وبدخل كده في كل مكان بغرزه حشو واحده لحد ما اوصل لراوند 12. لو حسيتوا انه في خطوة تاهت منكم اكتبولي في الكومنتات وانا هرد عليكم. نبدأ راوند 13. طبعا علمت المكان اهو باول غرزة. هندخل في الغرزة اللي بعدها بغرزة حشو واحدة، وبعدين التالتة بغرزة حشو واحدة، تمام عشان متلخبطوش. الغرزة الرابعة دي بقى هيكون فيها التناقص. التناقص بيكون ازاي؟ بندخل في نص الغرزة كده من النص، شايفين عامله شبه الضفيره كده. بدخل في النص كده واروح سحب الخيط واطلع من الخيوط دي كلها، بقى حلقتين واطلع منهم كلهم. دي كده التناقص. غرزه حشو اهي واحده، التانية غرزه حشو، التالتة غرزه حشو واحده، كل واحده واحده. الرابعه اللي بيحصل فيها التناقص، ما بقاش فيه تزايد خلاص. شايفين؟ بدخل في نص الغرزه كده من النص وبعمل الابره برجعها تاني عشان تدخل الغرزه، يعني بضم الغرزتين في بعض، وبقى حلقتين وبطلع منهم. دي كده راوند 13. نبدأ راوند 14. هنشيل الماركر وهنحط مكانه الغرزة التانية، تبقى غرزة حشو برضو واحدة. التالتة بقى هيحصل فيها ايه؟ هيحصل فيها التناقص. احنا كل مرة بنقلل الغرزة، بندخل من النص كده نص الغرزة، واللي بعدها برضو في نص الغرزة كده، وخلي بالكم ان الخيط يتنسل،
وهنطلع من الخيوط دي اتبقى حلقتين اضمهم مع بعض. فالراوند دي هتبقى عبارة عن غرزة حشو وغرزة حشو والتالتة تناقص. وفي الراوند دي هحط الحشو وممكن تحطي خيوط متبقية عندك لو ما عندكيش قطن. وصلنا للراوند 15 الاخير الحمد لله. هعمل اول غرزة حشو واعملها بالماركر، التانية هي اللي يحصل فيها التناقص، وبعد كده غرزة حشو وتناقص، وبعدين خلاص بقى هنا هقص الخيط خلص بالمقص. الخيط ده بعد ما بتخلصي بتجيبي الابره عشان طبعا هتقفلي الفتحه دي وتدخلي في نص الغرز كده. انا اشيل الماركر دي اللي كانت موجوده وحسيت انها محتاجه حشو تاني فحطيت. قبل ما اقفل بقى خلاص بدخل في نص الغرز كده شايفين، وبطلع بالابره كل غرزه بدخل في النص الغرزه وبسحب الابره كده عشان في الاخر تشد معايا. وبعدين هشد كده اهوت احاول اقفل عليها، وبعدين اداري الخيط كده جوه القطن وبقص الخيط كده. نكون خلصنا الجسم وهندخل بقى في مرحلة الايد والرجلين. هما هيبقوا نفس الطريقة عادي جدا بس بألوان مختلفة. هعمل بقى الايد السغنطوطي دي بتاعة الكتكوت، وهعمل دايرة سحرية عادية جدا. بعدين هعمل كمان سلسلة وجوه الدايرة هشتغل نص عمود. هلف الخيط على الابرة وبدخل جوه الدايرة كده، اتبقى 3 حلقات بطلع منهم كلهم. وبعدين هلف الخيط على الابرة وهشتغل عمود بلفة، بيبقى فيه 3 حلقات بطلع من اول 2 وبعدين اخر 2. هعيد تاني نص عمود بعد كده هعمل غرزة حشو، بيتبقى حلقتين على الابرة وبطلع منهم كلهم وهشد الخيط كده اهوت. وخلاص بقى هقص الخيط واسيب خيط طويل عشان الخياطة. هعمل 2 منها وكمان 2 من اللون البرتقاني. الايدين هتتحط بين راوند 8 وراوند 9، والرجلين هتتحط بين راوند 12 و 13. بس هل انا عملت كده؟ ابسولوتلي نوت طبعا، عشان انا بمشيها بالحب. انا بشوف المكان المناسب وبمشي يعتبر في نفس الراوندات يعني، بس على حسب اللي انا شايفاه مناسب. بتحطي كده الابرة جوه الجسم نفسه، وبعدين في الحاجة اللي انتي بتخيطيها نفسها اللي هي الايد او الرجل. شايفين انا اهو بدخل في الجسم بالابرة وبسحب الخيط، وبعدين برجع في الحاجة نفسها اللي بخيطها وبحط فيها الابرة. بمشي بطريقة الخيطة دي في الرجلين وفي الايدين، وهرجع لكم في الاخر. طبعا الابتسامة اللي في الاخر دي شايفين بعد ما خلصت الرجلين دي دخلت جوه في الجسم من جوه وعملت الابتسامة عشان دي انا مصورتهاش. وبعدين هروح عاملة البراش بتاع الكتكوت. وبس كده احنا خلاص خلصنا. ده شكل الكتكوت بتاعنا بعد ما خلص. شايفين البساطه والجمال. هستنى جدا تبعتولي تطبيقاتكم على حساباتي اللي هكتبها لكم في الديسكريبشن بوكس عشان اشوف ابداعاتكم. ومتنسوش تسيبولي لايك وكومنت جميل شبهكم، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.